السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء. اليوم مع فيديو جديد وردة فعل جديدة، واليوم راح تكون عن الأكلات المشهورة في الجزائر. هلا راح نتعرف على بعض من الأكلات المشهورة في الجزائر. وزي ما انتم عارفين إنه الجزائر عنده تنوع وتشكيلة كتير كبيرة بالطبخ الجزائري والأكلات الجزائرية. والجزائر معروفة بنكهتها والطعم. الجزائر بالأكل وذوق بالأكل كتير 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 زاكي. هلا راح نبلش على بركة الله. أول أكلة عندنا بالجزائر ومعروفة كتير هي الكسكس الجزائري. وطبعا زي ما انتم شايفين الكسكس بالجزائر فيه عدة أشكال. في الكسكس بالخضار بيجي زي هيك مع جزر وكوسة وقرع والمفتول هيك. طلعوا المنظر ما شاء الله كيف تقديم الطبق، يعني صورة فنية. وطلعوا كيف الأطباق تبعتهم يعني متنوعة شكلها يعني إشي جميل. طلعوا كيف حاطين اللحمة فوق الخضار، كيف مصفطين الخضار، حاطين حمص كمان بالكسكس، إشي جميل. هلأ تاني طبخة وهي الشخشوخة. الشخشوخة هاي أكلة مشهورة عندهم، من الأكلات التراثية الجزائرية. بتيجي هيك محطوط معها كمان خضرة وحمص لحمة، حاطين لا تنسوا الفلفل الحار. مش عارفة هذا اللي حاطينه تحت إيش هو، شكله مش عارفة شو هو، يعني اكتبوا لنا بالتعاليق لو سمحتوا. وكمان بيزينوا بالبيض، يعني أكلة صحية 100%. أكلات منزلية فيها لحم فيها دجاج، يعني تشكل وتنوع بالطبخ ما شاء الله، إشي رائع. واللي لاحظت كتير بالمغرب بالجزائر إنه عندهم الأكل متنوع وصحي، يعني مش أكل هيك بس أكل، يعني أكل يهتموا بالأكل الصحي أكثر إشي. ثالث طبخة أو أكلة مشهورة بالجزائر وهي الرشطة. الرشطة كمان طبخة فيها خضار وبيض حمص دجاج، وتحت زي مكرونة مش عارفة شو هو، بس هيك كتير نحيف، زي شكله زي حبات شعر أو مش عارفة كيف أوصفها. طبعا ورابع أكلة أو طبخة جزائرية مشهورة وهي شوربة فريك. شوربة الفريك إحنا عنا هنا بفلسطين والأردن كله بنسميه فريكة، يعني هو القمح. هاي الفريك طلعوا كيف لونها كيف أحمر، كتير جميل. عليها كزبرة، تتاكل بالأعواد الخشبية، معالق قصدي الخشبية. طلعوا كيف تقديمها، أي أكيد 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 100% إنها أكلة صحية ومبين إنها لذيذة. خامس طبخة عنا هي المثوم. المثوم هو عبارة عن لحمة مفرومة، يعملوها زي الطابات أو زي الكرات، ومعها حمص ومعها بندورة. وهي نوع تاني لونها غير اللون الأول، هاي غير اللون الأول. طلعوا كيف وفوقيه طلعوا كيف حاطين معها حمص وكزبرة وليمون بالتزيين. بتيجي طبات لحمة مفرومة، مبينة إنه كتير كتير زاكية وبتشهي. عن جد لازم نجرب فيديوهات الطبخ ونبلش طبخ بالأكلات الجزائرية. حاطين كمان لوز، طلعوا رقائق اللوز. في سادس طبخة وهي طاجين الزيتون. طاجين الزيتون، طبعا طاجين الزيتون أكيد فيه زيتون، وفيه كمان لحمة مفرومة زي ما أنا شايفة بالفيديو، وفيه هاي دجاج جزر زيتون وبقدونس أو كزبرة. وفي كمان فطر زي ما أنا شايفة بالصورة، يعني هاي إلها كتير أشكال طبخة بس مبينة كتير زاكية. هاي لازم نجربها، لازم تجربها. إذا حابين أجربها وأطبخ لكم إياها وأصور لكم الفيديو اكتبوا لي بالتعليق إنه لازم إنه
أعطوني طبخات اللي بدكم أجربها. في كمان شطيطحة، سابع طبخة مشهورة طبعا بالجزائر. هي عبارة عن حمص، صوص أو مرق لونه أحمر، يعني أكيد فيه بندورة، ولحمة قطع. ما شاء الله كتير زاكية مبينة. لازم يا جماعة نجرب لنا طبخة جزائرية. طيب اكتبوا لي بالتعليق شو حابين أجرب معكم طبخة جزائرية، واعطوني الطريقة طبعا. هاي الشطيطحة فيها كمان دجاج، بتيجي بالدجاج وبتيجي باللحمة، يعني فيك تنقي يا لحمة يا دجاج، يعني المتوفر عندك فيك تطبخي نفس الطبخة. هذا إشي يعني بيساعد الإنسان إنه أو الوحدة إنها تطبخ أي طبخة سواء بلحمة أو دجاج. تامن طبخة وهي الدوارة. الدوارة حسب ما عرفت، حسب ما بحثت، إنه هي كرشات الخروف، بيمسكوها بيغسلوها منيح، بيقطعوها على الشكل هاد، أو بيطبخوها مع صوص بندورة وحمص، وضايفين كمان زيتون، أتوقع هذا فلفل حار فوقيها، وجزر زي ما أنا شايفة بالصورة. اكتبوا لي بالتعليق إذا عن جد هذاك الجزر ولا مش عارفة صراحة أنا شو هي الطبخة، شو مكوناتها بالضبط، بس مبينة إنها بتشهي. أنا بالعادة ما باكل كرشات، بس المنظر الكرشات هاي حبيته. ما شاء الله طلعوا الطبيخ، طلعوا الألوان، طلعوا إنه أكلهم صحي، وبدخلوا كل الخضار اللحوم، يعني صحي 100%. ايش بتصوري هذا؟ وهلأ بالأكلة التاسعة، عصبان. هلا بنكتشف مع بعض شو هو العصبان. العصبان كمان كرشات بس على شكل طابات مع حمص وصوص أو مرق أحمر. هذا شكله كتير بيشهي، وفلفل الحار موجود يعني بالمائدة الجزائرية تقريبا بكل الطبخات. ومحشي كمان شو هاد اللي محشي فيه؟ رز أتوقع. اكتبوا لنا بالتعليق شو هي حشوة العصبان عشان نجربها مع بعض. منظرها ما شاء الله كتير بيشهي، يعني عن جد شهيت. عاشر أكلة مشهورة وهي أكلة الزفيطي. أكلة الزفيطي ما شاء الله مبينة إنها زاكية من لونها. هيك يحطوها بطبق يعني هيك خشب مع مدق زي هيك، مع مدق زي هيك، بتتاكل بالمعالق زي هيك خشبية، وحطوا عليها بقدونس. بس شو مكوناتها وبإيش يعني مش عارفة، ف لو سمحت يعني تكتبوا لنا شو هي مكونات الأكلة هاي الزفيطي. طلعوا كيف بيعملوها، حطوا عليها كمان زيتون زي مبين بالصورة، في كمان زيتون وإشي هيك أحمر بندورة، بقدونس، كزبرة. طلعوا هيك كيف تزيينها. هذا الأبيض مش عارفة شو هو، وعليها فلفل حار. ما شاء الله طلع ما أحلى منظرها، بجنن بيشهي، عن جد بيشهي. هاي الأكلة حبيت. في 11 طبخة من الطبخات التقليدية الجزائرية، وهي شوربة العدس. طبعا شوربة العدس موجودة بكل مكان، بس راح نشوف هون بالجزائر عندهم عدس غير العدس تبعنا، هذا احنا بنحكي له مجدرة هون عنا. طلعوا كيف عدس، اوكي مشهي. في كمان رقم 12، أكلة رقم 12 الطبخة المشهورة بالجزائر، وهي لوبيا ماشطو، وهي عبارة عن فاصوليا طويلة. هاي طلعوا كيف الفاصوليا الطويلة، يعني بيعملوها بيحمصوها مع بندورة وهيك، شكلها بيشهي. شوف كمان حطوا كمان معها لحمة طبعا، اشي خرافي. طلعوا كيف المنظر، يا سلام، يعني عن جد اشي واو. الأكلة رقم 13 طاجين الحلو، وهو عبارة عن
عبارة عن قراصية أو خوخ مجفف، وكمان مشمش مجفف. هذا مش عارفة شو هو، يعني هو يعني طبق حلو هيك بيجي منظره. بيزينوه كمان باللوز، يعني منظر بيجنن. يا سلام. في هنا عود قرفة، طلعوا جميل جميل. وصلنا لنهاية الفيديو مع الأكلات الجزائرية أو الطبخات الشعبية الجزائرية. وفي حلقة تانية إن شاء الله عشان نكمل السلسلة هاي تبعت الأكل الجزائري التقليدي. وطبعا حابين إنه نجرب طبخة من الطبخات الجزائرية، فاكتبوا لي بالتعليق شو حابين نطبخ مع بعض، من طريقة الطبخة والمكونات عشان نعملها مع بعض. وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو عشان الفيديو يطلع ونكمل معكم سلسلة الجزائر. وراح نحكي لكم هلا. سلام، مع السلامة.